اليوم جمعة، عندنا افتتاح تجريبي. استقبلنا بعوائل الأيتام، افتتحوا إن شاء الله الأيتام اللي هم الخير والبركة. وإن شاء الله الجمعة الجاية عندنا الافتتاح الأكبر اللي هي دعوة عامة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله افتتاح خير وبركة، وإن شاء الله مستمرين بهاي فعالياتنا، وإحنا بخدمة الأيتام مستمرين بكفالات الأيتام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كموظفين مولى الخير بداية شهر جديد، يوم جمعة بدينا ان شاء الله بالافتتاحية بالايتام، وان شاء الله مولى الخير بدأ بالايتام، يعني وفر اللي يقدر له. يعني الإيمان الله، أركان الإيمان الله تعالى، الإيمان بالملائكة، ما كتب السماوية، إيمان الأنبياء، إيمان يوم الآخر. احنا كموظفين فخورين بهذا المشروع الضخم مولى الخير فرع نادر. احنا اول جمعه استقبلنا العوائل الايتام واطفال الايتام. ان شاء الله هذا الافتتاح تجريبي، والافتتاح الكبير والفعاليات ان شاء الله الاسبوع القادم او الايام القادمه. انا موظف مولى الخير، افتخر بعملي هنا، وان شاء الله الافتتاح قريبا. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ احنا موظفين جدا هنا بمولى الخير، بس كان الوضع هنا كلش حلو بطريقه صحيحه، ويراعون الايتام والناس الفقراء، وان شاء الله افتتاحا قريب جدا. فنتمنى حضوركم شباب بنات، نتمنى حضوركم وتشاركونا الفرحه، وتصير فرحه بفرحتين ان شاء الله. أنا فرحانة بهذا المول صار قريب من بيتنا، وأنا فرحانة وأتمنى كل العوائل يجون هذا المول، كلش حلو. أنا فرحانة بهذا المول وبيتنا قريب عليه، وعجل صدقاننا عليه. اليوم باشنبه بمولى الخير، احنا موظفين عمال مولى الخير، وان شاء الله بالايام القادمه راح يصير افتتاح كبير، وان شاء الله يصير اعلى واعلى. انا كموظف مولى الخير نادر احس نفسي جدا فخور بهاي الوظيفه، والسبب يرجع بغض النظر عن المردود الشخصي اللي يجيني من عندها. السبب الاساسي اللي احسه انه خدمه الايتام وعوائلهم تعطيني فد حافز جدا حلو لحتى استمر بهاي الوظيفه واقدم كل ما عندي. مع العلم انا لاحظت هذا الشيء يختلف عن بقيه الاعمال بالقطاعات الخاصه، انه عملي بهذا المول بالذات احس الهدف اللي انا به هدف جدا سامي لخدمه عوائل الايتام والايتام بصوره خاصه، وانا جدا سعيد بوظيفتي الحاليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جمعة مباركة على الجميع ان شاء الله. طبعا اليوم احنا سعداء وفخورين باستقبال عوائل الايتام، مشروعنا الجديد مشروع مولى الخير فرع نادر. كون هذا المشروع هو مشروعهم، ونشكر كوادرنا الموجودة، كوادرنا العاملة، كما نشكر كل المساندين والداعمين لنا بالمشروع مولى الخير فرع نادر، ونشكر اهالي المنطقه بهذا المشروع ان شاء الله. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. هاي الجمعة عندنا توزيع العوائل الأيتام كالعادة مثل أي جمعة. من سنوات إحنا كل جمعة عندنا وجبة شهرية لعوائل الأيتام غذائية، بيهم اللي متكفليهم غذائية، وفيهم نعطيهم راتب شهري، بالإضافة إلى فعاليات الموسمية اللي هي موسم الشتاء. اليوم وزعنا لهم صوبات نفطية وحسب احتياج العائلة، فيهم اللي يحتاج سخان، فيهم يحتاج تانكي ماي، يعني هاي الأجهزة الكهربائية وهاي الأمور. وموسم الصيف وزعنا العديد من الأجهزة الكهربائية، الثلاجة، مجمدة، براد ماي، فلتر ماي، هاي الأمور هم اللي يحتاجها كل عائلة بالموسم الصيف، بالإضافة إلى الملابس اللي نوزعها بموسم العيد، موسم المدرسي، قرطاسية، ملابس مدرسية، أو هاي الأمور. وإن شاء الله إحنا مستمرين بالكفالات ومستمرين بهاي الفعاليات، بالإضافة إلى البناء. عدة العوائل تعرف يعني اللي تجي لهنا واللي لمست هذا الموضوع، إنه إحنا بنينا بيوت العوائل الأيتام
ودعمناهم بهذا الموضوع. وموضوع العلاج أيضا دعمناهم، موضوع العلاج الحالات المرضية اللي تحتاج علاج من عوائل الأيتام.